احلى مسا على كل الجماهير المصريه، الاهلاويه والزملكاويه على حد سواء. حابب اكلمكم عن مباراه الزمالك مع الترجي. طبعا الزمالك لعب امبارح ماتش العمر ان هو قدر يكسب الترجي 3-1. طبعا كلنا شفنا المباراه. الزمالك قدم عرض قوي برغم بعض الاعتراضات من فريق الترجي على ضربه الجزاء. طبعا يا جماعة، هي طبعا احنا بنتكلم بكل صراحة. هي ضربة الجزاء مش ضربة جزاء، وسيف الجزيري المفروض كان ياخد انذار لان هو ادعى السقوط، ولكن هي فيها تمثيل. طبعا كل خبراء التحكيم اجمعوا ان الكورة ما فيهاش ضربة جزاء، وبالذات طبعا ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي في قناة الزمالك قال ان سيف الجزيري كان بيقوم عارف ان الحكم هيديله انذار على التمثيل، ومع ذلك الحكم حسبها ضربة جزاء. الحمد لله. هو طبعا كل اللي لفت نظري في المباراة امبارح سيف فاروق جعفر. طبعا خامة واعدة جدا ولعيب شاب، وهيكون ليه مستقبل ان شاء الله في خط وسط نادي الزمالك لو ان هو استطاع الزمالك انه يحافظ على الموهبة دي ويكمل مع الفريق ان شاء الله. طبعا اخبار النادي الاهلي يا جماعه، محمود متولي هيغيب لمده شهر اصابه. حسين الشحات مصاب لكن هو سافر مع الفريق ان شاء الله. يقدر ان هو طبعا مش عشان ماتش سان داونز، عشان ماتش القطن اللي هو الاهلي هيسافر بعد ماتش سان داونز على المباراه اللي بعديها على طول، مباراه القطن الكاميروني. طبعا محمود متولي مصاب. برونو سافيو وايمن اشرف خارج التشكيله لاسباب فنيه من مارسيل كولر. الاهلي بيعلن جاهزيه احمد عبد القادر، عمرو السوليه، خالد عبد الفتاح. ان شاء الله الاهلي مكتمل قوة ضاربة ان شاء الله يقدر ان هو يكسب المباراة دي يا جماعة او يتعادل. طبعا الزمالك فرصته طبعا ان هو لازم يكسب شباب بلوزداد المباراة القادمة للزمالك في الجزائر عشان يقدر يصعد مع نادي الترجي التونسي. طبعا الترجي الاول شباب بلوزداد الثاني، الزمالك والمريخ السوداني بنفس الرصيد في المركز الثالث والرابع. ان شاء الله الاهلي والزمالك يقدروا يصعدوا لدور الثمانية. طبعا انا حابب اكلمكم عن كاس العالم للانديه. الفيفا اصدر قرار خلاص رسمي ان 2025 هيكون 32 فريق هيشاركوا في كاس العالم للانديه. هتكون طبعا بطوله مكمله او بطوله قويه جدا، هيكون زي كاس العالم للمنتخبات. هتشارك فيها 32 فريق ومنهم طبعا 4 مقاعد من افريقيا. ان شاء الله الاهلي والزمالك يقدروا يصعدوا بعد كده لكاس العالم للانديه، ونشوف ابداعات من الكره المصريه ان شاء الله. طبعا شفتوا يا جماعه مباراه الاهلي والمقاولين اللي تمت اخر يومين اللي فاتوا. الاهلي طبعا بيدي درس للجميع ان هو ضد التفويت وضد ان هو التلاعب في المباريات. طبعا الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت كانوا هيصعدوا دوري ابطال افريقيا. الاهلي كان بيلعب مع بيراميدز، والمفروض كان يفوت الماتش علشان خاطر الزمالك يصعد يلعب دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. لو الاهلي كان فوت الماتش امام بيراميدز السنه اللي فاتت كان الزمالك مش هيصعد. طبعا انتوا عارفين الاتحاد الافريقي بيكلم الانديه او بيخاطب الانديه والاتحاد المصري. طبعا احنا عندنا الدوري بيخلص متاخر، فطبعا هو بيهتموا ان الدوري قبل ما يخلص الدور الاول او بعد نتائج الدور الاول بياخد النتائج وبيعرف مين 4 الفرق متأهلين سواء لدوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية، وبيتم بناء عليها ان في الفرق ال4 المصرية الصاعدين. طبعا الاهلي كان بيلعب مع المقاولين. المقاولين لو كان كسب الاهلي كان هيخش رابع مكان الزمالك، او اتعادل معاه كان ليه طبعا منافسة هيكون مع الزمالك. هو كان يكسب الاهلي ان شاء الله كان يصعد المركز الرابع. طبعا الاهلي كان طبعا عنده فارق نقاط كبير بينه وبين بيراميدز فيوتشر والزمالك. لو كان فوت الماتش ما كانش هتفرق مع الاهلي، لكن الاهلي طبعا ضد التفويت وكان بيلعب بكل رجولة وحماس، والحمد لله الماتش خلص 2-1 للنادي الاهلي.
طبعا دي كانت بيدي درس لكل اللعيبة وكل الجماهير وكل الإعلام المصري إن هو هيبقى ضد التفويت. أنا مش هفوت ماتش علشان غريمي التقليدي ما يصعدش يلعب كونفدرالية السنة الجاية، إن أنا أخلي المقاولين يكسبني. الأهلي بيلعب بكل شرف وبكل أمانة، مش زي بعض الفرق التانية اللي بتفوت المباريات لبعض الأندية. المباراة إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي يوم السبت الجاي هتكون الساعة 3. وفريق سان داونز طبعا زي ما انتم عارفين فتح باب الجماهير أو باب أبواب الاستاد أمام الجماهير مجانا، وكمان عمل عرض غنائي علشان الجماهير تحضر المباراة. لأن هو طبعا النادي سان داونز يهمه إنه يكسب المباراة، لأن سان داونز عنده 7 نقط والهلال عنده 9 نقط، فعايز يصعد طبعا من مباراة ضد النادي الأهلي. ان شاء الله الاهلي يقدر يقدم عرض قوي، وطبعا الاهلي مسافر بقوة ضربة. مفيش غير حسين الشحات هو مصاب، لكن مسافر مع البعثة. ان شاء الله الاهلي يصعد والزمالك يصعد ويشرفوا الكرة المصرية ويكملوا مشوارهم في الدوري المصري ان شاء الله. يا جماعة اللي حابب ان هو يشاركني او يدعمني في لقاءاتي او الفيديوهات اللي انا بعملها ليكوا على اليوتيوب، استاذن الجميع طبعا بلايك وشير لكل الفيديوهات بتاعتي، وكمان تدعموني بالاشتراك في القناة. شكرا ليكم.